بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. هزة أرضية تضرب دولة أوروبية صباح اليوم الاثنين، وفي التفاصيل أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على سلم ريختر ضرب اليوم الاثنين مناطق في شمال إيطاليا. وقعت الهزة الأرضية في الساعة 13:10 فجر اليوم، وكان مركز الزلزال على بعد 5.9 كيلومترات في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي فإن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في عدة مدن أوروبية للاحتجاج على تغير المناخ والدعم الحكومي للوقود الأحفوري. وطالب المتظاهرون في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل في فيينا بفرض المزيد من الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ووضع حد لاستهلاك اللحوم. وأشارت صحيفة جورنال الإيطالية إلى أن المسيرة توقفت أمام البرلمان عندما نظم أعضاء مجموعة الجيل الأول اعتصاما. وفي روما أمام الكولوسيوم النهضة الخضراء أيضا على الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، والذي وصل وفقا لصندوق النقد الدولي العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 7 مليارات يورو من الدعم. فضلا منكم وليس أمرا مني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.